النسخة 59 من أقدم يعني المعارض في المملكة، واللي كيجي في إطار ديال دعم وترويج لهذه السلسلة ديال الورد اللي كتعطي لها استراتيجية الجيل الأخضر واحد الأهمية قصوى من خلال العقد البرنامج اللي وقعناه مع الفيدرالية البيمهنية للورود، واللي فيه دعم يعني الإنتاج وخصوصا المنتجين الصغار. الورد العطري يعد قاطرة لتنمية المنطقة، والدورة 59 من المعرض الدولي للورد العطري تضم أزيد من 100 رواق ومجموعة من العارضين، وتركز على أهمية التأقلم مع التغيرات المناخية والوصول إلى أنظمة عصرية للري في ظل الإجهاد المائي. لتسليط الضوء على فعاليات هذا المعرض ينضم إلينا مباشرة من ورزازات عبد العزيز أيت مبوريك، رئيس جمعية المعرض الدولي للورد العطري بالمغرب. مرحبا بكم. بداية، على ضوء شعار ورهانات المعرض الدولي للورد العطري، كيف يمكن جعل سلاسل الإنتاج تتأقلم مع تحديات التغيرات المناخية وتدبير الموارد المائية؟ شكرا سيدتي على الدعوة. فيما يخص مهرجان في المعرض الدولي للورد العطري اللي كيتنظم هذه السنة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ناصره الله في نسخته 59. النسخة اللي هي كتحمل واحد الشعار ديال الورد العطري من أجل سلسلة ناجعة بيئيا ومقاومة ناجعة بيئيا. فهذا المعرض فهو موعد سنوي اللي كيتميز باحتضان واحد المجموعة ديال المنتجين اللي منظمين في اطار تعاونيات، واللي كتكون فرصة باش يتلاقاو مع مجموعة من الباحثين لتبادل الخبرات. هاد السلسلة اللي في الحقيقة كان اهتمام كبير ديال في اطار استراتيجية الجيل الاخضر، وكذلك حتى استراتيجية الجيل الاخضر. فضلا إذا كنت ليس حاسدا، ضع إعجاب لصفحتي واشترك في قناتي مانجر. فضلا إذا كنت ليس حاسدا، ضع إعجاب لصفحتي واشترك في قناتي مانجر.